السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم شهيوات عبد الحكيم. اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعض لي كاب كيك او المادلين اللي كيعجبوا الوليدات بزاف وكينفعونا كذلك الا كانوا عندنا ضيوف الغفله، وخصوصا للمجه المدرسيه ديال الوليدات ديالنا كيجيو خفاف وسريعين التحضير، ونخليكم مع طريقه تحضيرهم. وعلى بركه الله نبداو في تحضير المادلين ديالنا اللي كيجي خفيف بحال القطن وكيجي رائع. على بركه الله كنحتاجو فيه 2 بيضات، والقياسات ديال الحوايج الاخرين غادي نعبرهم بهذا الياغورت بعد ما خويتو. 2 بيضات، ياغورت الفاني بعد ما فرغته هنايا وغسلت هذا الكاس ونشفته، عبرت به 100 غرام ديال سنيده، يعني ما يعادل كاس ديال الياغورت هو اللي غنعبر به ديال سنيده، نصف كاس ديال الزيت. القياس ديال هذا الكاس ديال الياغورت غنعمل نصف كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده ونصف كاس ديال الزيت. غنعمل كيس فانيلا، كيس من وزن 7 غرام ديال خميره الحلويات، والدقيق تقريبا غنعمل 2 الكؤوس ديال الياغورت مملوئين ديال الطحين الابيض. هاد القياسات مضبوطه، يعني غناخذوها بهذا الكاس ديال الياغورت. على بركه الله في الخلاط الكهربائي غنعمل 2 بيضات، بسم الله، وغنعمل معاه سنيده، وغنعمل نصف كاس ديال الزيت، ثم غنخلطهم مزيان في الخلاط الكهربائي حتى يولي ليا الخليط الابيض، ما يبقاش باين اللون ديال هادشي، كيولي الخليط ابيض. من بعد ما خلطت العناصر مزيان حتى كيولي كيف ما قلت الخليط ابيض، لانه هو السر ديال ان باش هاد المادلين تتجينا خفيفه بحال القطن. كنضيف الياغورت اللي عملت ديال الفاني، وكنعمل كيس واحد فانيلا من وزن 7 غرام، ثم غنخلطها مره ثانيه مزيان. من بعد ما تخلطت العناصر مزيان ولات على هذا الشكل، كيفاش كيولي ابيض، فرغتها، ثم غنعبر يا بسم الله بسم الله. الكأس الاول بسم الله، ثم غنضيف معاه كيس ديال خميره الحلويات من وزن 7 غرام، خلطوه مزيان حتى يدخل هذا الدقيق باش نشوفوا القياس اللي غادي يهز لينا ديال الدقيق. ان هاد القياسات مضبوطه، انا كنعمل فيها 2 الكؤوس ديال الياغورت مملوئين ديال الطحين الابيض. وإلا بعض المرات كان الطحين ماشي زعما من نوعيه جيده او لا، هذا نقدروا على حسب نشوفوا، الا ما هذا نزيدوا نصف ملعقه او ملعقه فقط، يعني ما نتعداوش هاد المقاييس. الا عملنا 2 الكؤوس وبانت لينا بقى خفيف غنزيدوا غير ملعقه او نصف ملعقه باش تجينا الكاب كيك ديالنا تجي مهويه وزوينه. انا غنضيف الكاس الثاني يا بسم الله، اللي بغى يعمل فيها عوض
الكيس ديال الفاني قشور الحامض حتى الاخير بحال هكا ويضيفهم باش تبقى ديك النكهه ديال الحامض كتبقى زوينه. اللي بغى حتى الاخير ويضيفو يضيفو. يعني القياس اللي عطيت هو هذا. كيف ما قلت 2 الكؤوس عبار ياغورت جاوني هما هاد، ما غنضيف عليهم حتى حاجه. بسم الله. بعد ما عملت الاكياس الورقيه ديالي في هذا المول ديال لي كاب كيك، غنبدا نفرغ في الخليط. بسم الله. نعمل ملعقه ونصف فقط، ما نزيدش عليها باش ما تطلعش ليا بزاف يا بسم الله. والتزيين كيبقى على حسب كل سيده اللي بغى يزين. كيف ما انا غادا نزين يعني بعد الوحدينات غندير لهم رقائق اللوز. اللي عنده لي بيبيت دو شوكولا دوك الحبيبات الشوكولا بغى يزين بيهم، اللي بغى يعمل غير نصف ملعقه هي الاولى ويعمل راس معلقه ديال الكونفيتير وعاد يكمل يغطيها بهذا حتى كذلك كتجي زوين. اللي بغى يعمل فيهم ينقص من هاد المقادير ويعمل الشوكولات، ولكن ينقص واحد المعلقه ديال الفورس ينقصها باش ما يجيش، لان الا ضفنا الشوكولات غبره غادي يعقد لينا مع الكميه ديال الدقيق زائد هذا غيتعقد لينا شويه الكيك. يعني نقصوا شويه باش نضيفوا شوكولات غبره. يعني اللي بغى يتفنن على باي حاجه عنده. ونستمروا على هذا الشكل حتى نكمل. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالنا بعد ما زينتهم على هذا الشكل. كنتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم، والى الملتقى ان شاء الله.